السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة رينات. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم صحه جيده وعافيه. قبل ما نبدا نقول لكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير يا احلى متتبعين. واش اخباركم واش احوالكم؟ وصفتنا اليوم جبت لكم وصفه سهله ماهله وخفيفه وظريفه للصيف هذا مع السخانه. جبت لكم فلفل معمر بالرز والكفته مع شويه فريت مع سلطه خفيف ظريف وتشبعي به عائلتك. ويلا معايا المطبخ ونقول لكم نبداو على بركه الله. يلا بسم الله. هنا عندي كاسرولة ولا وعاء كما تقولوا نتوما، ندير فيه شويه تاع الزيت، نجيب فيه واحد الفص تاع الثوم، انا دايره الثوم في الكونجيلاتور، ونضيف زوج وريقات تاع الرند. نوري لكم هنا الفص درتو في المجمد كما نقولوا. وعندي زوج وريقات تاع الرند جبتهم من الجرده طازجين. عندي هنا واحد 500 غرام تاع الرز، هنا الرز على حساب ما الفلفل اللي نعمرو به، هنا عندي غير 500 غرام. راني ضفت غادي نضيف راكم تلاحظوا نضيف بارد في بارد، ما نخليش الماء يغلي ونرمي الرز لا. هنا عندي ملعقه وصغيره تاع ملح ونضيف له الماء، قلت لكم نضيف الماء بارد في بارد ونخليه فوق النار. نضيف له الماء ونخليه يغلي حتى اللي يطيب. نخلط باش ديك الزيت تتلبس لي كامل في الروز تاعي وما يلصقليش. وهذه الطريقه صتها سهله ما يلصقليش في الكاسروله ولا. وانا شعلت عليه النار ونخلطو ونمشيو نحضروا الفلفله تاعنا. هنا نخليه يغلي حتى اللي يطيب ونصفيه. هنا هي دي الفلفله، هنا الفلفله جبتها فلفله حمراء راها في وقتها زعما ما شاء الله. والفلفل الاحمر نعرفوه يجي في لي غراتان ديروه في الفور يجي حلو ما شاء الله وبنين بزاف بزاف. هنا خويت الفلفله تاعي شوفوا، نحي لها كامل هاد الزريعه تاعها والزوائد. هنا نوجدها بعد ما نظفتها راكم تلاحظوا، ونولي هنا نفتحها نقلع لها غير داك الفوقاني القطيب كما نقولوا ولا القطيب ولا واسما كما يتعيطوا لها. نكمل على هذه الطريقه حتى نكمل كامل ونروحوا نفقدوا الرز تاعنا. بعد ما يغلي نفقدوا نبقى نخلط فيه شويه. هاو ده هنايا بدا يدخل له الطياب. هنا بعد ما يدخل له الطياب ونولي نصفيه ونديره في وعاء ونخليه حتى اللي يقطر تماما من الماء تاعو. بعد ما يقطر نرجع لكم. هنا هو ده بعد ما قطر لي شوفوا جا ناشف. وهي دي حبه جات ما شاء الله عليها. نستعمل انا هذا الرز جد رائع. هنا عندي حبه بصله مقطعتها في الاشواخ، حبه بصله كبيره، طماطم كذلك حبه طماطم ولا الطوماطيش كما نقولوا، تاني رحيتها في الاشواخ. عندي هنايا 300 غرام تاع الكفته اللي بقات لي من الظلمه اللي درتها معاكم في الفيديو السابق عليها. كي بقات لي قلت نستعمل بها هذه كعشيوه وبنينه وتجي ما شاء الله خفيفه غدا ولا عشاء واش ما تحبوا. هنا الكفتاني درت لها المعدنوس والتتبيله تاع الدجاج السكنجبير الكركم. هنا دروك نضيف الكركم ونضيف الزنجبيل ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره زنجبيل، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره ملح باش نبنوا الروز تاعنا. هنا كذلك ملعقه صغيره فلفل اسود قلت لكم، ونعاودوا نديروا ملعقه صغيره فلفل عكري. هادو الملاعق تاع
الخشب، ما يرفدوليش بزاف عليها، نضيف شويه ونعاود نزيد شويه، ويجي الاخر يجي ما شاء الله. هنا نمزج كامل ونضيف بعد هنا ما نخلطها لكم مليح مليح، نضيف له هنايا حبه بيضه ونشوف الا تماسك لي نخليه غير نكتفي بحبه بيضه، وإلا ما كتفتش بالغرض تاع البيضه نزيد الحبات الثانيه، وكي شفتها هكذا راح نزيد الحبات الثانيه تاع البيضه ونمزجو ونمشو نملئو الفلفله تاعنا. وراكم تشوفوا الفلفل الخضر ما قليتو، ما ضفت ما شويتو، ما ضفتو حتى زعما ما طبختوش، خليته هكذا خضر باش يجي ما شاء الله في الفور. وبطبيعه الحال الفور تاعي راني مسخناتو على 200 درجه. هنايا جبت المول تاعي اللي نضيف فيه الفلفله، دهنتها بالزيت ونبقى ندير نملأ الفلفله تاعي ونضغط عليها بالملعقه. والصوره غنيه عن التعريف، وبعد ما يطيب نقول لكم شهيدكم في الجنه. صدقوني هذا الفلفل اللي يجي ولا اروع، يجي في البنه ما شاء الله. ما طيبوه وتديوه معاكم بالبحر كمشبع، تشبعي وتبحري وتستمتعي، المهم ما شاء الله. واللي يجرب هاد الوصفه يكتب لي في التعليق كي جاتو، ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. راني نجيب لكم اكلات صيفيه خفيفه ظريفه ممطون بالخفط في وقت وجيز تحضريها، ما تاخدش وقت طويل ولا ساعة ولا بالخف. راني هنا بعد ما ملأتهم كامل وعمرت كيما نقولوا ملأتهم، دروك نرفد شوية من الزيت من المول تاعي ونبقى ندهن الحبات تاعي وندخلهم في الفور بطبيعة الحال. وبعد ما يطيبوا نرجع لكم، وما تنساوش تبقاو الحبات تقلبوها اللي يشعل من الفوق ويشعل من تحت، هذاك هو. وهنايا نبقى هكا نشوفوا. هنا بعد ما طابت لي هاي دي جات ما شاء الله، جات هاي دي محمره ما شاء الله. هنا نبقى نقشرها نحيها، شوفوا القشور تاعها ينتزع بسهوله. هنا نساعد روحي بالفرشات او الشوكه كيما نقولوا، وتشوفوها في الطبق التقديم ونقول لكم شهيدكم في الجنه. هنا هي دي بعد ما نقيتها قشرتها كامل ديك الفلفله تاعي. هنا قليت شويه بطاطا ودرت لهم شويه سلطه هكذا خيار كما يحبوها، السلطه الخيار هكا يحبوها. نقول لكم جات واحد الفلفله معمره بالروز ما شاء الله، كما نقولوا ظلمه تاع الروز مع الفلفل، جات شهيه. ونقول لكم شهيدكم في الجنه. وإلا عجبكم محتوى إلا جام تعليق اشتراك لما اشتركش، ونقول لكم شهيدكم في الجنة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة. صحبنا لا تقاوم، خليتكم على خير. سلام حبايبي.